السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب الجمال عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول حتى لو كنت مشغول عشان ربنا يحبك على طول. وحشتوني قوي يا اغلى متابعين. ربنا كده يديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الحلوة اللي زيكم دي. وان شاء الله عايزين بقى نوصل ل100,000 عشان ناخد الدرع، وان شاء الله انتوا قدها وقدود وهتفضلوا في ظهري، وان شاء الله تزيدوا لغايه ما نوصل ل100,000 باذن الله. ونحتفل مع بعض بقى احتفاليه بسيطه كده ان شاء الله، بس بقى يديكوا ويدينا طول العمر ان شاء الله لما نوصل ل100,000. النهارده يا حبايبي جايين نتكلم مع بعض عن حاجه قلب السوشيال ميديا. موضوع البنت اللي هي ضربت حماتها. طبعا اكيد انتوا سمعتوا عن الموضوع ده لانه منتشر قوي. فطبعا انا مش عاجبني اللي حصل ده خالص. يعني ازاي ان الواحد يجيله قلب ان هو يضرب حماته اللي هي اصلا تعتبر في مقام، يعني في مقام مامتها بالظبط. مش عارفه ازاي هي جالها قلب صراحه ان هي تعمل حاجه زي ده، حاجه زي دي. وده طبعا لا يرضي لا عرف ولا دين ولا اي حاجه خالص اللي هي عملته ده. انا مش عارفه هو ايه ملابسات الموقف اللي خلاها توصل لكده صراحه، بس ايا كان اللي هي عملته حماتها معاها ما يخلاش ان هي توصل للدرجه دي وان هي تضربها بالشبشب. الست والله العظيم صعبت عليا جدا وهي قاعده على السلم، لا حول لها ولا قوه، لقيت مره واحده الشبشب نزل على دماغها. لا حول ولا قوه الا بالله. فده انا ما عجبنيش خالص الموقف ده. والست شكلها اصلا يعني غلبان، الحما دي شكلها غلبان جدا. والبنت ما راعتش ان جوزها اداها امانه عشان هي تحافظ عليها، ان هو اتغرب عشان يروح يجيب لها فلوس عشان يعني شوف هو الراجل. طبعا الغربه صعبه وهي ما قدرتش ان هو في غربه، زودت عليه. مش كفايه كمان الغربه اللي هو فيها، طبعا اكيد بيعاني من مشاكل. طبعا انتوا عارفين ان الغربه مره، واكيد بيعاني من صعوبات كتير طبعا. فما راعتش ان هو الصعوبه اللي هو فيها دي هناك، لا يعني كمان زودت عليه ان هو كمان يشوف الموقف ده وينزل يجري جري، يسيب حاله ومحتاله ويجي يشوف ايه اللي حصل لمامته ده. فطبعا انا مش معاها خالص. وانتوا عارفين ان دعوه الحما في السماء ودعوه الام في الكم. احنا ده مثل، يعني مثل كده، زي انتوا عارفين الامثال المصريه الحلوه دي احنا بنحبها والله، نحب الامثال دي. فدعوه السماء دعوه معلش، دعوه السماء، دعوه الحما في السماء. ف فهي المفروض تحافظ على حماتها دي، لانها لو دعت عليها دعوه هتستجاب على طول. وما تجيش واحده بعد ما ربت ابنها وعلمته وبتاع هي تيجي تاخده على الجاهز كده، حتى ما تراعيش اي حاجه، ولا تراعي سنها ولا تراعي اي حاجه من الست دي قدمته لها. لا، بس انا برضو يعني مش بحب الصراحه يا جماعه. في حاجه حبايبي برضو انا عايزه اتكلم فيها صراحه بما يرضي الله صراحه. يعني انا مش بحبس ابدا الجواز في بيت عيله. انا عندي يسكنوا في اوضه ولا يسكنوا في قصر في بيت عيله صراحه. قولوا لي رايكم برضو في التعليقات، لان طبعا انتوا عارفين يا حبايبي ان اي اختلاط والله العظيم لو حتى اخوات هيتخانقوا مع بعض ويتعاركوا وبتاع، حتى لو هم تربيتهم ايه واصلهم ايه وفصلهم ايه، هو اي احتكاك بين اي اتنين بتلاقي فيه مشاكل. وخصيصا بقى لو في سلايف، يا سلام لو في سلايف في الموضوع بيولعوا الدنيا حريقه. وتطلع بقى دي الا من رحم ربي. طبعا مش كل، احنا مش عايزين نعمم، مش هنقول بقى ده كل الناس وحشه، ده كل، لا، بس يعني بتبقى في غيره كده بين السلايف. ممكن واحده تطلع تقول لها الحقي يا حماتي دي بتقول عليكي ايه، الحقي دي بتعمل ايه. فبيت العيله ده انا صراحه ما يعني مش بحب ان الواحد يسكن في بيت عيله خالص، لان زي ما بقول لكم ده هتروح دي تقول دي قالت ودي عادت ودي عملت، فالاحتكاك ساعتها هيجيب مشاكل كبيره جدا. فساعتها الواحد يقول لا، ده انا عندي اسكن كده في حته ولو حتى اوضه واحده، ولا نيش ان انا اسكن في بيت عيله. بس هي دي الحاجه الوحيده اللي انا بقول يعني يا ريت لما نيجي نجوز عيالنا ما نجوزهمش في بيت عيله. فاهمين يا حبايبي؟ بس ده برضو يعني مش ما ينفعش ان انت عشان ساكنه في بيت عيله بقى تروحي ضاربه حماتك بالشبشب، لا طبعا. يعني حتى الست كبيره وشكلها غلبان تصعب على اي حد والله. فيا ريت اللي بيحصل ده ما يتكررش تاني. وبرضه نتقي الله. انت اكيد ما ترضيش تعملي كده في والدتك اللي عملت كده في حماتها، ما ترضاش طبعا يحصل كده في والدتها اكيد يعني.
فبس يا حبايبي، وانا حبيت بس اتكلم معاكم في الموضوع ده لانه لقيته قالب السوشيال ميديا كلها وبيتكلموا عنه. فالموضوع ده صراحة ضايقني اول لما لقيتها هي بترفع الشبشب ولا مش عارفة الجزمة ولا ايه بتضربها بيها. فده حرام طبعا جدا عند ربنا. بس والله يكون في عون برضو جوزها دلوقتي، لان هو طبعا ما بين نارين اكيد، يعني ما بين مراته وعياله. عشان كده طبعا هيحصل تفكك اسري، ولو طلقها العيال هتتشرد. وطبعا انتوا عارفين برضو الحاجات دي، العيال ممكن يطلعوا نفسيتهم وحشة لان الطلاق ده ممكن يسبب مشاكل للطفل. فده برضه هيبقى ليه اثار سلبيه اللي هي عملته ده، لو حصل للطلاق هيسبب له اثار سلبيه. وفي نفس الوقت دي امه، ازاي يشوف امه بتتهان وبتتضرب ويقعد ساكت؟ يعني اكيد يعني مش هيسمح بوضع زي ده ابدا. ف... فالحل بقى والله اعلى واعلم، ان هي طبعا تروح تبوس ايد حماتها دي اكيد، يعني المفروض حتى عشان خاطر ربنا مش عشان خاطر جوزها. دي اول حاجة. وبعد كده بقى يحاولوا يوصلوا لحل وسط يرضي كل الاطراف، عشان بس البيت العيال ما تتشردش ويترموا كده. وانتوا عارفين برضو الحاجات دي هتسبب اثار وحشة قوي على الاطفال. وبرضو الناس ما ترضاش بخراب البيوت، يعني اكيد برضو يعني الناس برضو ما تقعدش تقول لا ما هي المفروض تتطلق وتترمي في الشوارع والعيال، ما ده برضو حرام برضو، لا ده حل ولا برضو ان هي اللي بتعمله في حماتها ده حاجة كويسة. فلازم يوصلوا بقى للامور وسط، ان هو يفصلها عن بيت العيلة خالص، وتتأسف طبعا لحماتها. ويعني يا ريت ما تعملش حاجة زي دي ابدا. ويا ريت حماتها بقى تقبل الاسف لو هي يعني اتأسفت، والله اعلم بقى ده اللي هيحصل ولا ايه. ففي كلتا الحالات احنا نتمنى لصلاح الحال، وان الاسره دي ما تتفككش. واهم حاجه نرضي الحما دي، ربنا كده يا رب يديها الصحه. وبرضو على الرغم ان هو جوزها كان حاطط كاميرات في كل حته، وهي بسم الله ما شاء الله جريئه، يعني هاتك يا ضرب وعارفه ان في كاميرات. طب ما انت عارفه ان في كاميرا وكده كده جوزك هيشوف. يعني الست بتقول جوزي ابني حاطط لي الكاميرا، حتى وانا رايحه اشتري حاجه ولا عامله حاجه بيبقى شايفني. طب يا ستي راعي عشان جوزك برضو ما يجيش يضربك في البيت ولا يعمل لك حاجه، راعي ده. يلا يا حبايبي، هو ده الموضوع اللي كنت هكلمكم فيه النهارده، ان احنا لازم نتقي الله في الحما. ومش مثلا عشان جوزي مش موجود بقى اعمل فيها اللي انا عايزاه واضربها وبتاع، حرام. ربنا شايفك قبل ما جوزك شايفك. يلا يا حبايبي، لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.